مينيماكس ام 3 هو واحد من اقوى الاي اي موديل ديال الكودينغ. بيان سور راه خرج غير مؤخرا. موديل قوي بزاف، يقدر يعاونك تبني البروجيكتس ديالك، يكودي ليك مزيان، واهم حاجه من هذا الشيء كامل كيعطيك بيرفورمانس خياليه وبثمن رخيص بزاف مقارنه مع الاي اي موديلز اللي كاينين في الماركت. في هذا الميني كورس غادي نوريك ستيب باي ستيب كيفاش تحل كونت في مينيماكس ام 3، كيفاش تربطو مع كيورسور، وكيفاش تسيتابيه بالطريقه الصحيحه باش يديك اكزيكيوتي التاسك ديالك، ومن بعد غادي نربطوه بواحد البروجي اللي هو حقيقي ونقارنوه مع كيرسور كومبوزر باش تقدر تشوف الفرق في لا بيرفورمانس، السرعه وفي جوده الكود اللي كيخرج. وفي الاخر غادي نوريك كيفاش توجد البروجيكت ديالك للبرودكشن وكيفاش ديبلويه اونلاين باستعمال نتليفاي. هذا الميني كورس موجه لاي واحد كيبغي يبني اي اي ايجنتس، ساس ابليكيشنز، اوتوميشن تولز، او اي هيفي بروجيكت، وفي نفس الوقت يقلل من التكاليف او الكوست ديال اليوزاج ديال الاي اي. ما نطولش عليكم، يلا نبداو في الميني كورس ديالنا. اول حاجه تمشيو لللينك اللي في الديسكريبشن باش تستافدوا من 12% اوف. كنكليكيو على accept all cookies. Right after that كنكليكيو على log in. كنكوشيو هاد I have read and agreed the term service and then كنكليكيو على continue with Google. كنديروا اللوغين ديالنا بالجيميل ديالنا عادي. ديريكتلي غنسيتابيو كورسور حيت ما هي احسن بلاصه باش نقدروا نرانيو raw coding tasks. غادي نسولوني علاش، حيت مع كورسور هو واحد البروغرام باش تخدم الاي اي في بروغراماسيون، ما كيعطيش ليك غير كود ولكن كيفهم البروجيكت كامل ديالك، كيقرا بليزيور فيشي في نفس الوقت، كيفهم ستراكشر ديال الابليكيشن ويقدر يدير اي موديفيكاسيون في اي فيشي. ابار ان كورسور ما بقاش محدود في موديل واحد، تقدر تربطو مع اوبن اي اي، كلود، جيميناي، مينيماكس او اي بي اي كومباتيبل. بيان سور كورسور فيه واحد الايجنت مود اللي يقدر يدير بليزيور تاسكس بنفس الاوردر، بحال يكري فيشي، يصحح البوكس، ريفاكتوري كود ويكمل الخدمه ديالو. وحيت هو بيان سور مبني على فيجوال ستوديو كود، غادي تلقى فيه تيرمينال، جيت، اكستنشنز، ديبوجر واي اوتي اللي كيحتاجهم اي ديفلوبر. وبهذا الشيء كامل كورسور كيخليك تخدم بواحد السرعه وبليفيكاسيتي. دابا ديريكتلي غادي نمشيو للتوكن بلان. ننزل لتحت غادي نلقاو ثلاثه ديال السبسكريبشنز، كاين البلاس، كاين الماكس، وكاين الالترا. انا صراحه اي سجست انكم تمشيو مع الماكس اللي هو $50 بير امونت، حيت كيعطيك فول اكسس لميني ماكس موديل فاميلي، كيراني 4 حتى 5 ديال الكورنت ايجنتس، كيانتيغري بوبولار كودين تولز وبزاف د الحوايج اللي هما فريمون انتريستين. مي الا كنتي بغيتي غير تجرب ميني ماكس فهاد لوكا كنصحك تمشي مع بلاس اللي هو كيدير $20 امونت. انا بالنسبه لهاد التوتوريال عندي سبسكريبشن ديال $20 باش ندير لكم ديمونستريشن على ميني ماكس. الوغ كنكليكيو على بيرشيز، كونفيرم بيمنت، كنعمروا كارد ديتيلز ديالنا اند ذن وي كليك باي. رايت افتر ذات كنمشيو بروفايل، اي بي اي توكن بلان. انا غادي نمشيو بلان ديتيلز، غادي نلقاو السبسكريبشن ديالنا اللي عاد شريناها which is monthly plus subscription، يعني شحال استعملنا بهاد السبسكريبشن. يعني تقدر تراكي اليوزج بيرفورمانس ديالك دابخي هاد الداشبورد اللي كاين هنايا. دابا ديريكتلي خصنا نمشيو نداونلوديو كورسور. كنمشيو لجوجل اند ذن كنقلبوا على كورسور، كندخلوا ليها الاول، طلع لكم اوبريتنج سيستم ديالكم هنا باي ديفولت، كنكليكيو على داونلود، كنحلوا الفايل وكنانستاليو كورسور عادي في البيسي ديالنا. انا بالنسبه لي ديجا عندي انستالد، الوغ نكليك على ستوب ونخرج من هاد الفنتر. دابا كنحلوا الكورسور ديالنا، كنكليكو على اوبن، كنديروا ساين اب، كونتينيو تو ساين اب، كونتينيو وذ جوجل، كنديروا اللوغين ديالنا بالجيميل ديالنا عادي، كونتينيو، خليوها جاست فور مي، كليكو على ستودنت. بالنسبه لهنا كليكو على ميبي ليت، سكيب فور ناو، كونتينيو، ميبي ليتر، ساين ان. بالنسبه لهاد الفنتر كليكو على الو. من بعد ما حلينا كورسور يسيفي جست اننا نمشيو لهاد الجير سيتينغ اند ذن غنمشيو للمودلز. غنزلو لتحت غنديفلوبيو هاد اي بي اي كيز من هنايا، غنفعلوا هذا الخيار ديال اوبن اي اي بيز يو ار ال. بالنسبه لليو ار ال طالع لنا هنايا يسوفي جوست اننا نحيدوه، غنرجعوا للبراوزر ديالنا وندخلوا هذا اللينك غتلقاوه في الديسكريبشن. خصنا نقلبوا على ميني ماكس بيز يو ار ال، غيطلع لنا ميني ماكس بيزد يو ار ال فور انترناشونال يوزرز. غنشدوا هذا اللينك هذا، كوبي باك تو كورسور وغادي نحطوه في اوفررايد اوبن اي اي بيزد يو ار ال. دابا غادي نرجعوا للميني ماكس، حنا في اليوزج انترفيس، غادي نمشيو بلان ديتيلز، غادي نمشيو للسبسكريبشن كي، غنكوبيوه من هنايا باك تو كورسور وغادي نحطوه في اوبن اي اي بي اي كي. دابا خصنا نطلعوا شويه الفوق، خصنا نزيدوا الموديل ديال ميني ماكس ام 3. الوغ باك تو ميني ماكس، خصنا نمشيو الانستراكشنز اللي عطينا نفولووهم. فوالا غادي ننزلوا واحد شويه لتحت حتى غادي نلقاو السميه ديال الموديل نيم اكزاكتلي. غادي نكوبيوها، غادي نرجعوا الكورسور، غادي نسيرشيو عليها هنايا. الا ما طلعتش لكم ديجا في افيلابل مودلز يسوفي جوست اننا ننزلوا لتحت وغادي نمشيو لاد كوستم موديل، غنحطوه هنايا ونكليكيو على اد. دابا بغينا نتيستيو هذا الموديل يسوفي جوست اننا نكليكيو على باك وغنمشيو للكومبوزر. الا ما طلعش لكم الموديل ديال ميني ماكس خاصكم تابجريديو الكورسور ديالكم. الو كنكليكيو على ابجريد تو برو، اوصلكم واحد الكود في الجيميل ديالكم غنكتبوه هنايا. غادي نديرو كارد ديتيلز ديالنا
and right after that كنكليكيو على subscribe. دابا نيشان تحل لنا هاد اليوزر انترفيس، غادي نخرجوا من هنايا وغادي نخرجوا definitely من كورسور وغادي نعاودوا نحلوه. ديريكتلي غنمشيو للكومبوزر، غيطلع لينا الموديل ديال ميني ماكس ام 3 اللي عاد سيت ابيناه. دابا نقدروا نختاروا ودابا غادي نكتبوا ليه اول ميساج اللي هو هالو وورد. كما كتشوفوا الموديل ديالنا خدام بيرفكتلي. واحد الغومارك خفيفه الدراري بغيت نمونسيونيها لكم هو ان كورسور كي سيتابي الاوتو مود. هادشي كيخليه فريمون يتشوزي ديفرنت اي اي مودلز تو ديبوندون على المهام اللي غادي يدير. وحنا بيزيكلي الورك فلو مديمونستري في هاد التيتوريال على ميني ماكس ام 3 وهذا هو الموديل اللي فريمون حنا مفوكسين عليه في هاد الميني كورس كامل. ودابا غنعطي هاد البرومبت اتس بيزيكلي واحد البرومبت باش الموديل ديال ميني ماكس يبلد لنا واحد اي اي شورتنر ويب اب فروم سكراتش in a single project. يعني في هذا البروجيكت هذا كيف ما كتشوفوا كاين هنايا بروجيكت وعطيتو حتى الريكوايرمنت هنا بما فيه انه خص يكون node.js داشبورد بيج clean and modern style dark mode toggle and so on. هادشي بالنسبه لليوزر انترفيس. وقلت ليه عطيني واحد الكومبليت رانبل كود باش اون فان كونت يخرج واحد الاوتبوت اللي هو فريمون مزيان. ودابا غادي نرانيو هذا البرومبت غنكليكيو على اونطري غادي سيتابي واحد نيو بروجيكت اليو ار ال شورتنر خاصو واحد الكونفيرميشن ديال البروجيكت نيم اند خاصو تشيكي فين غادي يحطو. دابا عطانا واحد الباندين ابروفل غنكليكيو على ران. هاو دابا بروجيكت كرييتد. هنايا غادي نزيدو نكليكيو على ران ودابا كيدير انستالين ديال الديبنسيز وكيفيريفي سيرفر ستارتس. هنايا غنكليكيو على ران. باي دي اند دار لينا الخدمه 3 دقائق و4 ثواني كيف ما كتشوفوا. ذا اب از ريدي. دابا يسيفي جوست اننا نحلوا التيرمينال. دابا يسيفي جوست اننا نكوبيو هذا الكوماند وغنمشيو للتيرمينال وغادي نعطيو عليه كونترول في اونتري. غنشدو هذا اللوكال هوست اللينك ديالو كوبيو من هنايا وغادي نحلوه في البراوزر. كيف ما كتشوفوا هذه هي الشورتن يو ار ال ويب اب ديالنا. اتس ريلي بيوتيفول. هنا عطينا اللوغو تا نقدروا نكستمايزيوه. هنا الهيدينغ سب هيدينغز. باي ذا واي راه الهيرو سيكشن خدمه فريمون نقيه. هنا كنحطوا ليه لينك كنكليكو على شورتن هو كيشورتي لنا اللينك هنا. يقدر يعطيك حتى الكليكس شحال جابو وهنا كتراكي اللينكس اللي ديجا درتي ليهم الشورتنين. هنا كما كتشوفوا دابا كاتب لنا نو لينك يات. اتس بيوتيفول صراحه. انا نجرب نعطيه اللينك ديال واحد الفيديو ديالي في يوتيوب. غنكليكو على شورتن كما كتشوفوا ها هو عطانا الشورتن لينك ديالو. دابا غنكليكو على كوبي غنشوفوا كي دار ليه باش دار ليه الشورتن لينك. كما كتشوفوا ها هو دار ليه الشورتن لينك ولكن اللينك طالع فيه لوكال هوست. يعني الويب اب ديالنا باقا في اللوكال هوست خاصها ديبلويا باش هكا لي ليان يكونوا فاليد باش الا عطيتيهم للناس يدخلوا الدايركت لينك الاول اللي قبل ما درتي ليه الشورتن لينك. الو دابا نرجع الكورسور and then غادي نعطيه هاد البرومبت. I want to deploy this app with Netlify. Can you review the project code and set up to ensure it is ready for deployment. prompt قلت ليه بغيت نديبلوي هاد الاب في Netlify. قلت ليه باش يدير لي واحد الفول ريفيو على البروجيكت كود كامل والسيت اب كامل باش ينشور انه ريدي كامل باش يديبلوي. اونتري هنا خصنا نكليكيو على run. خصنا نعاودو نكليكيو على run again. هنا يطلع لنا الكود باش ينستالي ديبس ويدير واحد ريتست لوكال سيرفر. الو نزول لتحت غنكليكيو على run again. غنكليكيو على run. Right after that عطانا الفول instructions باش اننا نديبلويو هاد الويب اب ديال شورتن يو ار ال. تقريبا شي 6 دقائق و32 ثانيه. دار ريفيو البروجيكت كامل على قبل نتليفاي. كان وقع واحد سمول ايشيو ان نتليفاي كانت run a long lived express process and persist a local SQLite file. المهم هادشي هذا ماشي بالضروره تفهموه 100%. هو راه سولف بروبليم يعني وات استنجد البروبليمز اللي كانوا والفيكس ديالهم هنايا. دابا عطانا الانستراكشنز ديال الديبلوي يعني من البروجيكت فولدر اللي هو هذا. عطانا واحد الكوماندز غنكونيكتاو جيت هاب ريبوزيتوريز ان نتليفاي يو اي. باي دي اند واحد 8 فايلز تشونجاو اللي هما هادو. دابا ديريكتلي غادي نمشيو للبراوزر ديالنا نمشيو لجوجل.com نقلبوا للنت ليفاي انتر ندخلوا ليا الاول. غادي نمشيو للساين اب وذ جوجل غنديروا الساين اب بالجيميل ديالنا عادي and then directly غنمشيو اد نيو بروجيكت غنكليكيو على جيت هاب حيت ما غنامبورطيو من جيت. هنا تقدر تكتب اليوزر نيم ديالك او الادريس ميل ديالك والباسورد ديال جيت هاب او دير كونتينيو وذ جوجل. بيان سور الجيميل ديالك خص يكون اوريدي لينكد لجيت هاب. انا غندخل بالجيميل ديالي اللي ملينكي مع جيت هاب. غنكليكيو على اوثورايز غنخليو هاد الفنادق هذه محلوله. غادي نمشيو دابا لجوجل قلبوا على جيت
GitHub entrée and then غندخلوا ليالو right after that غنمشيو repositories غنكليكيو على new غنعطيو شي سميه مثلا shorten URL web app description no need باش انك نكتبوا فيها شي حاجه choose visibility غنخليوها public start with a template خليوها no template add readme ما تفعلوش هذا الخيار خليوه off بالنسبه لهاد الاوبشن خليوها كيف ما هي وبالنسبه لاد لايسنس حنا ما بغيناش لايسنس لهذا البروجيكت او لا هذا الريبوزيتوري غنخليو without license يعني no license and then we click create repository فوالا دابا الريبوزيتوري ديالنا تكريا دابا يسوفيش ان نرجعوا للتيرمينال في كيرسر and then directly غادي نكتبوا ليه هاد الكوماند get espace add espace point entrée ونعطيو هاد الكوماند هادي get espace commit espace dash m espace entre guillemets initial espace commit entre guillemets entrée دابا غادي نرجعوا لجيت هاب باش نكوبيو اليو ديال الريبوزيتوري ديالنا which is here كوبي من هنايا غادي نعاودو نرجعوا للتيرمينال again غادي نكتبوا get espace remote espace add espace origin espace هذا باش نعطيو اليو اللي كوبينا من GitHub which is repository URL control V and then we click enter وغادي نعاودو نكتبوا ليه git push espace dash u espace origin espace main and then we click enter دابا نرجعو again ل GitHub and then غادي نريفرشيو البيج ديالنا and then غتلقى shorten URL web app it's already uploaded as a repository GitHub account ديالك هنايا غتلقى all files which is library netlify functions public and so on دابا عاد غادي نرجعو ل netlify غنكليكيو على import a git repository غنكليكيو على GitHub هنايا غادي تختاروا only selected repositories غنكليكيو على select repository غادي نختاروا shorten URL web app كنزلوا لتحت كنكليكيو على install فوالا هو قال لنا let's deploy your project with ايو فتح prod which is اليوزر ديالنا في GitHub وطلع لينا repository ديال shorten URL web app الو غادي نكليكيو عليه تيم انا مسميه ايو فتح prod project name انا غنسميه short your URL مثلا our project name is available كنزلوا لتحت بالنسبه لهاد branch to deploy base directory build commands and everything ما خصنا نديرو حتى شي حاجه هنايا and then we click deploy short your URL هاد short URL راه هي اليوزر نيم او لا الاكستنشن اللي غادا تكون في الويب سايت ديالك وهاد اليو ار راه غير temporary يعني تقدر تبدلو من بعد بيور custom domain name الو كنكليكيو على deploy project deploy in progress وهنايا deploys from GitHub مع كان هو project as a repository في GitHub ديالنا غادي نعطيه واحد شويه ديال الوقت وانا غنعاود نرجع لكم من بعد ما عطينا deployment شويه الوقت netlify عطاتنا هاد اللينك باي دي اند اللي هو كيبين على ان الويب اب ديالنا فريمون ديبلويات بنجاح حنا غادي نتشيكيو دابا هاد اللينك الو كنكليكيو على كوبي لينك كندخلوا ليه كما كتشوفوا هذه هي الويب اب ديالنا فريمون ديبلويات بنجاح وفي حاله الا كنتي بغيتي تمونيتيزي هاد الويب ابس يسوفي جوست انك دير لانسيرسيون ديال البانرز من جوجل ادسنس تشيكيو هاد الكورس هذا بالضبط فيه ستيب باي ستيب كيفاش تتبع البروسيس كامل ديال جوجل ادسنس and that's it guys we've successfully built a fully functional URL shortener using Minimax M3 وكيرسور كيما كتشوفوا الدراري Minimax M3 فريمون هارب وكابابل انه يجينيري clean well structured code ويهاندلي the complete project from start to finish كنتمنى هذا الميني كورس يكون نال الاعجاب ديالكم كان معكم ايوب فتح